أقدم كوبري في اسكندرية هو كوبري التاريخ. تعالوا معايا أقول لكم حكايته واتسمى ليه بالاسم ده. اتسمى ليه بالاسم ده عشان هو أول كوبري اتبنى في اسكندرية وفي مصر كلها سنة 1808، وتم افتتاحه سنة 1839 في عهد والي مصر محمد علي، وتم إسناد مهام بنائه لأحد مهندسي الأوروبيين عشان يبنوا الجسر من الأعلى ومن الأسفل على شكل عيون بتمر فيها ترعة المحمودية. طول الكوبري 125 متر وعرضه 27 متر. كوبري التاريخ موجود في منطقة الأباري بالقرب من ميناء اسكندرية بحي غرب مدينة اسكندرية، وكمان بالقرب من الكوبري في بورصة القطن، ودي أقدم بورصة للأقطان في الشرق الأوسط. كمان على امتداد الكوبري في سكة حديد، وده بيربط ما بين ميناء اسكندرية بجميع المحافظات من كوبري 27. وبيعتبر كوبري التاريخ ده من رمز ورموز اسكندرية المعمارية، بيربط ما بين المدينة من شرقها لغربها.